السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعاد ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوني وعجبكم محتوى فيديوهاتي حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه وتكونوا أول ناس بتشوفوه. أهلا بيكم في فيديو جديد وروتين جديد من روتينات الخميس اللي بقالي كتير ما عملتهاش معاكم. فالنهارده روتين التنظيفة الأسبوعية للبيت، او روتين الاسبوع اللي انا بعمله كل اسبوع او كل خميس للبيت. تمام. فالنهارده عندنا حاجه حلوه هنعملها، وعندنا تنظيفه كده حلوه جدا للريسبشن، وعندنا غدا حلو برضو بس ما لحقتش اعمله عشان النور قطع، ما لحقتش اصوره يعني عشان النور قطع فيه. بس هنبدأ بالحلو، ودي أول أساسيات التنظيف أو أول أساسيات الروتين السليم، إن أنت تختاري الحاجات اللي أنت ممكن تستني عليها بعد الروتين أو بعد ما تخلصي تنظيف وتلاقي نفسك تعبانة مش هتعرفي تعمليها فتعمليها قبل. تمام. فأنا قلت أعمل لهم حاجة حلوة كده عشان بالليل طول ما هم سهرانين بيبقوا عايزين ياكلوا حاجات. ماشي. فهعمل النهارده صينيه الرواني. صينيه الرواني دي يعني حاجه حلوه، مش عارفاها كيكه ولا بسبوسه ولا ايه بالظبط، هي بين البنين كده، في حاجه تحفه. كاتبه لكم المقادير بتاعتها على الشاشه عشان لو عايزين تاخدوها سكرين. وعندنا بعد كده هنقول المقادير بتاعتنا. اول حاجه عملتها ان انا حطيت الشربات بتاعتها لان دي بتتسقي بالشربات، فعندنا كوبايه من السكر عليها كوبايه من الميه ورشه فانيليا وعصره ليمون، واحطها على النار لمده 3 دقائق بس، انا مش عايزاه اكتر من كده. تمام. المقادير بتاعت الصينيه بقى بتاعت الرواني، الصينيه 28 الوسط العاديه بتاعتنا. عندي 3 بيضات، عندي نص كوبايه من الزيت، عندي كوبايه من السكر لان احنا عندنا كوبايه من السكر في الشربات، وعندي باكوين من الفانيليا، وعندي رشه ملح، وعندي ايه تاني كوبايه من الزبادي، او كوبايه بس من المعيار ده من الزبادي، او من اللبن الرايب او اللبن العادي، مش هتقول لا بس هي الاصل بتاعها بلبن رايب او زبادي. تمام. لبن قاطع برضو مش هيقول لا. عندي بقى كوبايه من السميد، دقيق السميد، وكوبايه ونص من دقيق العادي، دقيق الابيض بتاعي، دقيق القمح العادي. خلاص. وعندي بقى نص كوبايه من الجوز الهند عشان ده اساسي فيها، بس انا عندي مش بيحبوها بيها بصراحه فما حطيتهاش، بس دي الاساس فيها كوبايه من جوز الهند. تمام. بس دي كل المقادير. هنحط بقى المواد السائله الاول، البيض مع السكر مع الزبادي والفانيليا ورشه الملح، وبعملهم مع بعض، بقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده بحط المواد اسمها ايه، المواد الجافه بتاعتي مع بعضيها. تمام. بعمل الخليط كانه خليط كيكه عادي جدا، وبدهن الصينيه بتاعتي وبرشها دقيق عشان ببطنها بدقيق عشان ما تلزقش معايا. وبعد كده ببقى خلاص الخليط بتاعي جاهز وتمام ومية مية زي ما انتم شايفين كده. قوامه زي الكيكه العاديه، بس خلي بالكم عشان السميد بيشرب السوائل بسرعه، فنعمل كل حاجتنا بسرعه جدا. تمام. بس كده هصب بقى الخليط بتاعي في الصينيه بتاعتي، وهبقى عامله الفرن بتاعي مسخناه من قبلها اول ما ابدا في الكيكه اسخن الفرن بتاعتي وبحطها، وبعد كده بظبط الفرن بتاعتي على وسط. النار بتاعتي بتبقى هاديه، مش هاديه قوي ولا عاليه قوي، لمده نص ساعه او 35 دقيقه بالكتير قوي. تمام. كده الشربات بتاعي كان برد وتمام لحد ما هي استوت. بسقيها بالشربات اول ما بتطلع، بس شربات يبقى بارد زي الكنافه كده. تمام. وبعد كده اسيبها تهدى على الاخر خالص خالص، وبعد كده احاول اقطعها، لكن انا عشان طبعا كنت مستعجله عايزه اصور فقطعتها وهي كانت لسه سخنه. تمام. لكن لما هتستنوا عليها وهي تبقى بارده كده وتقطعيها بقى وتزينيها هتبقى زي الفل. تمام. حطيت كميه الشربات بتاعتي كلها كانت مظبوطه جدا عليها. بعد كده هبدا اقطعها التقطيع بقى اللي تعجبك، يعني عايزاها مثلثات، عايزاها سمبوكسه، عايزاها مربعات كبيره صغيره، ده يرجع لك انت. وبعد كده زينتها بجوز الهند. طبعا انا قلت لكم ان هم ما بيحبوهاش، بس هم ما بيحبوش جوز الهند وهي جواها كتيره، لكن التزيين بقى الخفيف والحاجات دي تمام. ماشي. بس التزيين بقى براحتك، ممكن تجيبيها بالورب، تجيبي زي ما انا حطيت كده على كل مربع شويه، يعني ده حسب ذوقك. تمام. وبعد كده بغرفها في الطبق، بقسمها كده في الطبق، بس بستنى عليها لما تبرد. تمام. عشان انا يعني الوقت ده كانت هي سخنه خلاص.
بس كده زي ما انتوا شايفين بقى قوامها كده بيبقى هي بين البنين، هي مش انت عارفه انت بسبوسه ولا كيكه ولا ايه بالظبط. المهم عملت الحلو وشيلته على جنب وخلاص. المطبخ بتاعي كان رايق وزي الفل، ما فيهوش بس غير شويه المواعين والكوبايات والحاجات بتاعت بالليل، والكل من مليته وخلاص كده تمام. ودي من اساسيات التنظيف، ان انا ابقى بقدر الامكان قبلها بيوم عامله حساب الموضوع ده، ومطبخي رايق ومفيش اي حاجه تعطلني. تمام. نيجي بقى للريسبشن وحاله اللي ما يسرش. انتوا طبعا شايفينه نضيف بس هو مش نضيف والله يا جماعه. الستاير عندي عايزه تتشال من على العيد، ما شلتهاش. المروحه عايزه تتنضف، الانتريه عايز يتنفض تنفيضه حلوه كده. السجاده تتشال، تتكنس بالمكنسه كده وتتشال. المفارش دي كلها عايزه تتشال وتتغسل. الشجر ده عايز يتنفض ويتغسل، انا بغسله في تحت الدش حرفيا يعني. بس فكل الحاجات دي النهارده هنعملها، بما ان انا بعمل كده كده التنظيفه دي بعملها كل اسبوع. فغرفه الاطفال انا كنت عاملاها، او البنات كنت عاملاها معاكم في الفيديو اللي فات، فخلاص كده دي انا خلاص شلتها من دماغي مش هعملها. حطيت دوره غسيل، اول ما بدات حطيت دوره غسيل على بال ما اخلص يكون هي خلصت. جبت بقى طلعت المكنسه بتاعتي دي بطلعها كل اسبوع، لازم الف على الشقه كلها بيها. فبما ان انا كنت غاسله السجاده دي معاكم، والسجاده التانية برضو كنت غاسلاها، فمش بحب اسيب الدنيا كلها السيراميك كله باين قوي، فكفايه غرفه الاطفال وكفايه الصاله هشيلها دلوقتي معاكم. فبمشي على السجاد بتاعي كله بالمكنسه عشان اشفط التراب منه. وهنا بقى حسيت ان المكنسه بعافيه شويه، يعني تحس ان هي مش بتشفط كويس، وريحتها تراب، ريحه عارفين ريحه الموتور بتاعه وهو شغال كله تراب. فحسيت بقى يعني حسي ان التنظيفي حاسه ان هي عايزه حمايه حلوه. فهعملها معاكم بعد ما اخلص ان شاء الله. لو عايزه تشوفي بقى تنظيف المكنسه من اوله لاخره وازاي بنضفها تنظيفه بقى يعني سنويه، هي المفروض ان هي تتعمل كل 6 شهور على الاقل. التنظيفه اللي انا بعملها دي كل 6 شهور على الاقل. المهم ان انا غسلت نفضت الانتريه كله، هنفضه كده تنظيفه حلوه. هو مش متبهدل قوي الحقيقه عشان كنت عاملاه قريب، بس برضو بما ان انا كده هشيل السجاده وهنفض، يبقى اشيل الشلت بقى ونفضه تنظيفه حلوه. المهم فشلت الستاير بالمره. الستاير بقى مش قادره اقول لكم على التراب اللي كانت منزلاه هنا. معلش بقى غلطه مطبعيه، النور مع نور الاضاءه بتاعه الكهرباء مع النور بتاع ربنا، لما فتحت الشباك فعامل زي ضي كده، يعني حاجب الرؤيه. فعشان كده معلش الموضوع ده هيضايقكم شويه، فاستحملوني بس. هما يا دوبك نص دقيقه كمان، مش مكمل دقيقه. عملت الشباك بالسلك بتاعه بالقطعه اللي هي بتاعه المكنسه اللي هي الفرشه دي، وخلصت اسمه الشباك كله تنفيض. وبعد كده جبت المكنسه وهشيل السجاده عشان لما انفض على الارض، اكمل تنفيض يعني على الارض. فبالمكنسه بتاعتي وبعمل السجاده يعني بنضفها كويس جدا بالمكنسه، وبشفط اي تراب فيها او اي حاجه موجوده عليها عشان لما اشيلها نظيفه. تمام. بعد كده عندي النهارده بقى تنظيفه حيطان. تنظيفه الحيطان عندي يعني انا بعملها كل 3-4 شهور كده. تمام. احنا عندنا كلنا بنعملها يعني في التنظيفات اللي هي العميقه اللي بنعملها كل سنه او كل موسم. انا عندي، انتوا عارفين ان انا عندي تنظيفات موسميه، عندي دخول المدارس، عندي دخول العيد الصغير، دخول رمضان، العيد الصغير، العيد الكبير، ودخول الصيف والشتاء. يعني بصي يعني عندي كل حاجه ليها حاجه. تمام. فانا الميه دي انا هعمل بيها الحيطان. يعني انا عندي الموب اللي هي بعمل بيها الحيطه دي اتكسرت من عندي، لسه ما جبتش واحده زيها. فقلت اتصرف، جبت المساحه وجبت الفوطه بتاعتي وقلت هعمل عليها كده، بس ما ريحتنيش الحقيقه عشان كانت صغيره بس مش اكتر، وانا كسلت اجيب واحده كبيره. فالمهم ان انا بليتها، حطيتها في الميه كلوركس الوان، وحطيتها في الميه وبليتها، وبدات اعمل بيها الحيطان كلها والشبابيك والحاجات دي كلها. تمام. فريحتني الحقيقه، لان انا كده عندي الانتريه محطوط في جوانب الصاله كلها، فطلعت عليه وعملتها. وكده كان شكل الصاله بعد ما اتعملت الحيطان بكله. شايفين بقى اللمعان والحلاوه. والمواسير برضو بتاعت الستاير غسلتها او لمعتها وحطيتها مكانها تاني. شايفين بقى الميه بقى شكلها عامل ازاي من بس الحيطان، يعني كل ده الحيطان بس. بس كده فاضل لي عندي الارضيه. انا كده كنت نفضت الانتريه كله وشلت المفارش وكل حاجه. فاضل الارضيه بقى اسمها مسحتها برضو بالمره. وفاضل عندي البلكونه بالطرقه. فهعمل بقى الاتنين دول مع بعض سريعا كده. هتعملوا كده هتلاقي الدنيا اتظبطت. ايه رايكم؟
كل الحاجات دي طبعا بتاخد وقت كتير جدا، وتصوير الروتين بياخد وقت كتير جدا جدا جدا، بس الغرض منه ان انا اشجعكم لو عندكم اي حاجه عايزه تتعمل تقومي في ثواني كده تعمليها وتتشجعي ان انت تعملي، حتى لو حاجه بسيطه. كل واحد عارف، رحم الله امرئ عارف قدر نفسه، انا عارفه انا مقدرتي ايه وصحتي ايه، فاعمل على قدها، انا ما حدش بيجري ورايا. تمام. بس كده عملتها وشلت الشجر ده وحطيته في الحمام عشان اجي اغسله، بس افتكرت المكنسه بقى فقلت لا ما بديهاش، هشيل بقى بس طلعت بره بقى، انا خلاص خلصت في جوه فمش عايزه اتهرب، طلعت بره على السلم كده وقعدت وشلت الكيس بتاعها، وهفضيه في شنطه زي ما انتم شايفين كده عشان ما يبهدليش الدنيا. وهفضيه في الشنطه السوداء دي واقفلها بسرعه عشان التراب ما يتطيرش في كل حته. والكيس بتاعي ده بحطه في طبق بقى، وبحط كل المحتويات دي في الطبق واسيبه بقى عشان اروح بيه على الحمام. هنا بقى جبت البخاخ بتاعي وهبدا بقى انضف البادي بتاع المكنسه. والتنظيفه دي ضروريه جدا جدا جدا، لان هي بترفع من كفاءه المكنسه وبتخليها يعني ايه تفضل بقدر الامكان عندك مده طويله، وبقدر الامكان نحافظ على الحاجات بتاعتنا يا جماعه، الحاجه ما بقتش رخيصه، فاي حد عنده جهاز يعني يحافظ عليه زي عينيه كده. ماشي. بس جبت بقى زي ما انتم شايفين كده من بره ومن جوه، ونخلي بالنا من الفتحه بتاعه الموتور ما نجيبش عليها ميه كتير. تمام. وبالفوطه بتاعتي وببدا المع واشيل التراب اللي جواها كله. تمام. يعني انا كده كنت بلمع، بس لما نورت بقى الاضاءه بتاعه التليفون شايفين بقى لسه فيه تراب، فهلمع كل ده بالراحه كده وعلى مهلي لحد ما اخلصه. شايفين؟ بس كده خلصت بقى التنظيف بتاعه المكنسه، وقاعد كده الجزء اللي بيبقى من تحت مكان بقى ما بتجريها رايح جاي معاكي، فهلمعها بسرعه كده، وبعد كده ادخل بقى على الباقي بتاع المكنسه بتاعتي. الخرطوم بقى والكيس والحاجات دي بغسلها تحت الحنفيه بقى على طول. شايفين بقى؟ هتشوفوا بقى كميه التراب والطينه اللي نازله من الكيس بتاع المكنسه. بنضف من التراب الاول، ما بستعملش اي مسحوق قبل ما بخلص التراب كله اللي في الكيس. هتشوفوا بقى دلوقتي مدى. شايفين؟ مهما تكوني منفضاه وشايله التراب منه برضو لازم تلاقي الحاجات دي كلها. فبغسله وبنضفه كويس جدا، بعد كده بغسله بالمسحوق بتاعي، وبعد كده بحط له معطر عشان بعد كده تلاقي ريحه المروحه المكنسه وانت بتكنسي بيها ريحتها حلوه. تمام. الخرطوم عندي بغسله برضو بالميه وبظبطه كويس جدا بالميه، وهو واليد بتاعتها. تمام. قلنا عندنا شويه اساسيات كده في التنظيف، وان انت تبقي عارفه انت هتعملي مطلعه اكلك. لما تبقي ناويه تعملي حاجه زي دي انت عارفه انت هتعملي اكل ايه مطلعاه من قبلها. يعني انا النهارده هعمل كبده ومكرونه محمره، فمطلعه الكبده تفك من الفريزر والمكرونه عندي، وعندي كل حاجه بتاعه الاكل عشان ما بقاش عايزه اخرج واروح واجي. تمام. بعد كده ببقى عارفه انا عايزه اعمل ايه بالظبط. يعني كاتبه انا عندي غسيل عايزه احط دوره غسيل، عايزه اشيل السجاد هشيل السجاد، هنضف تنظيف خفيف هنضف تنظيف خفيف. فاهمين؟ يعني ابقى كاتبه كل الحاجات. لو انت بتنسي زي كده بتكتبي كل حاجه عندك في النوته بتاعتك كده عشان تعرفي انت هتعملي ايه بالظبط. هعمل نوع صنف حلو اعمله الاول قبل ما اعمل اي حاجه، عشان بعد ما اخلص انا عارفه ان انا هبقى مش قادره اعمل اي حاجه وهكسل، فمش هعمل لهم حاجه. فلا اعمله وانا لسه مصحصحه كده عشان ايه الدنيا بتبقى خفيفه، وفي نفس الوقت ابقى انجزت كل اللي انا عايزاه كل اللي انا يعني كنت حاطاه في دماغي. تمام. شايفين بقى التراب والحاجات اللي بتطلع؟ ما تخافوش، الحاجات دي احنا بنسيبها بنعملها بعد ما بنكون خلصنا كنس، يعني مش هنستعملها لمده يومين على الاقل، فبعملها واسيبها طول اليوم بقى في الشمس او في البلكونه او في الهواء تتهوى معايا. تمام. بس كده عشان النقطه دي مهمه جدا، عشان كله هيسالني هيقول لي طب الميه دي مش هتاثر على المكنسه؟ لا يا جماعه مش هتاثر على المكنسه طالما مش هتستخدميها على طول بعديها. تمام. هنا بحاول اطلع بقى اي خيوط اي شعر اي حاجه فيها، وبالفرشه بتاعتي الصغيره كده بحاول ايه يعني انضف بقدر الامكان الحتت اللي اوصل لها. تمام. بس كده خلصت بقى المكنسه. هروح بقى اوديها البلكونه زي ما انتم شايفين كده، اخليها تصفي من ناحيه ومن ناحيه دي، والكيس انشره واسيبهم بقى مع نفسهم لحد ما اغسل الشجر بتاعي. بالدش الصغير بقى بتاعي اللي بيبقى في الحمام زي ما انتم شايفين كده، ما بعملش اكتر من كده لان هو كله بيبقى ترابه ناعمه بتنزل بالميه بس. خلاص. شلتهم بقى خلاص يصفوا كده قدام الحمام، وغسلت الحمام غسله متينه زي ما بيقولوا، وخلاص كده كان اللي يعتبر اليوم بتاعي خلاص بيفنش. انتوا فاهمين؟ خلاص كده انا خلصت كل المهام اللي عندي. معلش سامحوني على صوتي، شكلي داخل لي دور برد.
وده كان الغدا بتاعي. طبعا النور قطع عليا للاسف، ما عرفتش اصور لكم الغدا. انا عملت مكرونه محمره، وعملت كبده برده محمره بالرده، وشويه سلطه معاها، وكان ناقص الطحينه بس عشان النور كان قاطع ما كنتش شايفه، فهم كانوا ماسكين لي الكشاف عشان اعرف اصور لكم. بس انا طبعا عملتها معاكم كتير جدا قبل كده، لو عايزين طريقتها اكتبوا بس على القناه بتاعتي كبده بالرده لسعاد احمد، هتلاقوا الفيديو بتاعها موجود عندي. طبعا مش محتاجه اقول لكم، لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو وعجبكم، ولو استفدتوا منه اي حاجه بسيطه وشايفين ان حد ممكن يستفاد منه، شيروا الفيديو وتعملوا له لايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتكتبوا لي تعليق حلو زيكم كده يرفع من معنوياتي ويشجعني اعمل لكم فيديوهات احلى واحلى ان شاء الله. هنا اقول لكم مع السلامه.